يسعد اوقاتكم، مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. الله يسعد اوقاتكم جميعا. وانا بوجه تحيه اول شيء قبل ما بنبدا بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. وبوجه تحيه لكل متابعيني وين ما كانوا بالعالم. وانا اليوم حاعمل اكله بتجمع المطبخ العربي كله. هياني هلا رح اعملها قدامكم، شوفوا قديش هيدي هالاكله طيبه. اول شيء سلقت لحمه، جبت 200 جرام لحمه، هيدي الاكله لشخص او شخصين اذا بدكم. سلقت لحمه وحطيت لهم عيدين قرفه، وحطيت ورق غار او لوري مثل ما بيقولوا بالمصري، واكيد شقف بصل مثل ما انكم شايفين. وهلا رح نبلش ونتابع الاكله شوي شوي، ورح تعرفوا شو هي الاكله. قطعت باذنجان وبدي احطهم برا بالشمس لحتى بس اقليهم ما يشربوا كتير زيت، واكيد حطيت عليهم رشة ملح. هون انا رح احط ملعقة سمنة عربي بقلب الطنجرة بدي اعمل فيها الرز. حطيت نقعت كباية رز بسمتي وغسلتهم منيح. بدي اطبخ الرز. هلا اكيد انا رح احط رز البسمتي اللي هي كباية غسلتها منيح، وحركهم واتركهم اكيد شوي، ورشة ملح مثل العادة، ما كتير ملح. حط لهم مرقة من المرقة يلي طبخت فيها اللحمة، سلقت اللحمة أكيد. هيدي المرقة كتير مهمة. تقريبا بدي احط شي، هي بما انه كباية لازم احط انا كبايتين. هلا كبايتين الا شوي، ليه؟ لانه انا بدي اطبخها ارجع واتركها تغلي وتستوي على مهلها وبنرجع. بهيدا الوقت انا بلشت اقلب الباذنجان، ولو بتشوفوا شو صار بالباذنجانات اللي فرجيتكم اياهم، حطيتهم برا في ميدة الشمس. انا عادة بشمسهم لحتى ما ياخذوا كتير زيت ويشربوا زيت. حطيتهم بميدة اوضة ولاد بنتي على الشباك لبرا، هيك حاطة مكيف هيك لبرا. لقيت الطيور عم ياكلوا منهم، وبعد شوي اجت نسمة هوا وطيرتهم، فاضطريت اعمل غيرهم. قلت ما شاء الله هيدي نصيبهم سبحان الله. هلا بنرجع لطبختنا. ليكو عم بقلي الباذنجان والرز هون عم بيستوي. هلا بنرجع لطبختنا للنتيجة النهائية. وبتعرفوا شو عم بعمل؟ أكلة كتير طيبة بصراحة. أنا هون بنرجع للطبخة. كنت دقيت توم، بدي أعمل الطحينة مع لبن لأنه بدي أعمل فتة اللحمة مع الباذنجان. هيدي أكلة كتير طيبة. أنا كنت عم بحذركم فيها بس قلت أنا بديش حرقصكم. على فكرة كتير طيبة. هلا هون دقينا توم، هحط طحينة تقريبا شي 3 ملايق قد هولي. حنحط عليهم ملح، رشة ملح. نحط اللبن تقريبا شو كباية. شوفوا ما أطيبها بس تحطي اللبن مع الطحينة. هيدي للفتة بنحط لها رشة حامض كمان، تقريبا شي ملعقة مش أكتر. وهونيك مثل ما شايفين حطيت الباذنجان عم بقلي، وحطيتهم على ورق التنشيف، ورق المطبخ حتى يمتص الزيت. وهون باقي عم بقليهم لنخلص الأكل وبنشوف آخر شي. أنا هون خلصت القلي تاع الباذنجان، عم بقلي بحمص الخبز المقطع، والرز كان استوى.
واللبن صار جاهز مع الطحينة، بس بدنا نطبق الأكل كلها مع بعضها. نرجع لطبختنا للنتيجة النهائية للطبخة. أنا كنت حطيت الرز استوى، كنت حطيت له كم فص ثوم كمان، حطيت الرز بالأول طبقة، ورجعنا حطينا اللحم المسلوقة، أنا ما قليتهم، أنا ما بحب أقليهم. بنرجع بنحط الباذنجان المقلي كمان طبقة هيك. شوفوا شو طيبة نكهتها ولا أطيب من هيك. هيدي أكلة شغلة شي رفع يعني، طب. هيدي فتة اللحمة بالرز، لحمة مع الباذنجان. بالأولى فتة اللحمة بالباذنجان، أكيد ما بيمشي الحال من دون خبز محمص ومقلي. طيب كمان نحط طبقة، وآخر الشي منزينها بالصوص اللي عملناه هو من اللبن والطحينة. هيدا ما بقى منيح، حنشيله. أكلة فتة اللحمة بالرز والباذنجان أكلة كتير طيبة مبتكرة، وبتجمع المطبخ العربي كله بصراحة. يعني كل المطبخ السوري، المطبخ المصري، الخليجي، الأردني، اللبناني، كلهم بيحبوها هيدي الأكلة. آخر شي اللبن، شوفوا ما أطيبها هالفتة. كل اللبن، نعمل طبقة من اللبن والطحينة. يا سلام يا سلام على هيك أكلة. هيدي الكمية لشخص واحد، أنا عملتها بس بهالقد. وإن شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. يا سلام يا سلام. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وهيدي أكلة اليوم يلي هي فتة، أكيد بعد فيها لمسة أخيرة رح نحطها. وهيدي اللمسة الأخيرة يلي نقلي لوز مقطع بملعقة سمنة عربي كتير طيبة. يا سلام على هالطشة يلي غير شكل يا جماعة، والله ريحتها بتشهي. أنا بنصحكم تعملوها ودمتم سالمين إن شاء الله. إن شاء الله بفيديو جديد بشوفكم، وباي.